مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن موضوع شغل الساحة الاقتصادية المغربية منذ سنوات، ألا وهو تعويم الدرهم. مع الإعلان عن بدء هذه الخطوة المهمة في عام 2025، أصبح من الضروري أن نفهم هذا القرار بشكل أعمق، ونتعرف على تأثيراته المحتملة على الاقتصاد المغربي والمجتمع ككل. فما هو تعويم الدرهم؟ ولماذا يتم اتخاذ هذا القرار الآن؟ وما هي المزايا والعيوب التي قد تنجم عنه؟ تعويم الدرهم يعني ببساطة تحرير سعر صرف العملة المحلية، بحيث لا يتم تحديد قيمتها من قبل البنك المركزي أو الدولة، بل تترك لتتحدد بناء على قوى العرض والطلب في الأسواق العالمية. هذا يعني أن سعر الدرهم مقابل العملات الأجنبية كالدولار أو اليورو لن يكون ثابتا كما هو الحال الآن، بل سيتغير يوميا بناء على حركة السوق الدولية. الهدف من هذا التغيير هو جعل الاقتصاد أكثر مرونة وانفتاحا على الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرة المغرب على التنافس في الأسواق الدولية. الخطوة نحو تعويم الدرهم لم تأتي فجأة، بل هي جزء من مسار طويل بدأ منذ سنوات. في عام 2014 حصل المغرب على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مشروطا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة. من بين هذه الإصلاحات تحرير العملة. صندوق النقد الدولي يشجع عادة الدول على تبني سياسات تحرير العملة كجزء من برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية. الهدف الأساسي من هذه البرامج هو تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور السوق الحرة. ومنذ ذلك الحين كان المغرب يعمل على الاستعداد التدريجي لهذه الخطوة، حيث طلب المغرب وقتا كافيا لضمان التنفيذ السليم وتقليل المخاطر المحتملة. تعويم الدرهم ليس قرارا سهلا أو خاليا من التحديات، هناك مخاوف كبيرة من تأثيره على الاقتصاد والمجتمع. أحد أكبر هذه المخاوف هو ارتفاع الأسعار. إذا انخفضت قيمة الدرهم بعد التعويم، فإن تكلفة السلع المستوردة ستزداد بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. هذا قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. على سبيل المثال، السفر إلى الخارج أو شراء السلع المستوردة سيصبح أكثر تكلفة. لماذا؟ لأن الدرهم ستكون قيمته أقل مقابل العملات الأجنبية. تجربة مصر تعتبر مثالا على ذلك، فبعد تعويم الجنيه المصري ارتفع سعر الدولار من حوالي 19 جنيها إلى أكثر من 50 جنيها، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. هناك أيضا مخاوف بشأن تأثير التعويم على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المغربي. هذه الشركات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التغيرات الكبيرة في سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى تقليص نشاطها أو حتى خروجها من السوق. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق من أن تخسر الدولة جزءا من السيطرة على الاقتصاد، حيث أن تحرير العملة يعني التخلي عن التحكم في سياسات النقد والصرف. مع ذلك، هناك من يرى أن تعويم الدرهم قد يحمل العديد من الفوائد للاقتصاد المغربي. من بين هذه الفوائد زيادة تنافسية الصادرات المغربية. إذا انخفضت قيمة الدرهم، فإن المنتجات المغربية ستصبح أرخص في الأسواق العالمية والدولية طبعا، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها. قطاع السياحة قد يستفيد أيضا، حيث أن السياح الأجانب سيجدون أن أموالهم تشتري لهم قيمة أكبر داخل المغرب، مما يشجعهم على إنفاق المزيد. بالإضافة إلى ذلك، تحرير العملة قد يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يظهر هذا القرار انفتاح الاقتصاد المغربي واستعداده للتكيف مع المعايير العالمية. البنك المركزي المغربي يرى أن المغرب جاهز لهذه الخطوة، مشيرا إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 34 مليار دولار.
هذه الاحتياطيات يمكن استخدامها لدعم الدرهم في حالة حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف. كما يعتمد الاقتصاد المغربي على قطاعات قوية مثل الفوسفات، صناعة السيارات والسياحة والزراعة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة. لكن بالرغم من هذه الاستعدادات، يبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي تعويم الدرهم إلى تعزيز الاقتصاد المغربي أم إلى تفاقم مشكلاته؟ التجربة هي الفيصل في هذا الأمر. هناك دول نجحت في تطبيق التعويم واستفادت منه، وهناك دول أخرى واجهت مشكلات كبيرة بعد اتخاذ هذه الخطوة. التجربة المصرية تعتبر مثالا معقدا، فرغم أن الاقتصاد المصري شهد بعض الفوائد، إلا أن ارتفاع تكلفة المعيشة أثر سلبا على حياة المواطنين. من جهة أخرى، هناك دول استطاعت تحقيق نجاح كبير بفضل التعويم، مما يعكس أن النتائج تعتمد بشكل كبير على الظروف المحلية وأيضا على طريقة التنفيذ. التغيير دائما يثير القلق، وهذا أمر طبيعي. الناس يميلون إلى الخوف من المجهول، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور تمس استقرار حياتهم اليومية. تعويم الدرهم يمثل تغييرا كبيرا، وليس من المستغرب أن يكون هناك تخوف من تأثيراته المحتملة. لكن في النهاية، النتائج على أرض الواقع هي التي ستحدد ما إذا كان هذا القرار صائبا أم لا. إذا تمت إدارة العملية بشكل جيد، فقد يكون التعويم خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المغربي وجعله أكثر مرونة وتنافسية. المغرب يتطلع إلى المستقبل برؤية طموحة لعام 2030 وما بعدها. تعويم الدرهم يعتبر جزءا من هذه الرؤية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. نأمل أن تكون هذه الخطوة في مصلحة البلاد والمواطنين، وأن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الآن نود سماع آرائكم حول هذا الموضوع. هل أنتم متفائلون أو متشائمون بشأن تعويم الدرهم؟ شاركونا تعليقاتكم وآراءكم، خاصة إذا كنتم من خبراء الاقتصاد أو المهتمين بالسياسات النقدية. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.